ياسمين ياسمين، انت كنت فين يا ياسمين؟ وين المكان ده؟ ياسمين، انت ما بتردش عليا ليه يا ياسمين؟ ياسمين، الدم اللي في عينك ده يا ياسمين، مالك يا ياسمين مالك؟ أنا لست ياسمين، وأخيرا جئت إلي. فورفانين في كتاب مسحور، بتلاقي اسمك عليه محفور، بتنادي عليك أصوات عارفاك، وعيون في الليل بتراقب شايفاك، بتفر تدور عالفصل الأخير، فتلاقي دورك مش باقي في كتير. حاتم، انت كويس؟ سامعني؟ انا سردينة، فاكرني طيب؟ بس يا سردين، ما تخافش، انا كويس. احنا جينا هنا ازاي يا حاتم؟ مش عارف، انا اخر حاجه فاكرها العربيه اللي كانت هتخبطنا، وانا اخر حاجة فاكرها انك بتزعق وبتقولي حاسب، وبعد كده الدنيا اسودت وصحيت لقيت نفسي جنبك وحاسس بصداع عبيط اوي. انت بتطلع منين؟ حمدا لله على سلامتك سيد حاتم. انت اللي جبتنا هنا صح؟ نعم سيد حاتم، لقد كنت بحاجة لمساعدتي ذلك اليوم، وأعتقد أنني جئت بالموعد. ذلك اليوم؟ ليه؟ هو احنا بقالنا قد ايه نايمين؟ لقد كنتم نائمون يوما كاملا. ايه يوم كامل؟ ده انا امي هتشلحني. هو احنا عايشين الفيلم الاجنبي العظيم ده، كان لازم نصادف حادثة عشان تكمل. لكنها لم تكن مصادفة سيد حاتم. يعني ايه؟ سائق السيارة كان متعمدا قتلكما. ايه؟ يقتلنا؟ مين اللي عايز يقتلنا؟ ويقتلنا ليه اصلا؟ يا مصيبتك السودا يا سردينة. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ياسمين تختفي وبعدها دكتور امين وبعدها على طول ناس عايزة تقتلنا. هو اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ يجب أن أرحل سيد حاتم. كل ما أستطيع قوله لك أنك في خطر، يجب أن تكون حذرا. حاتم، أنا مش عايز أموت. ما تخافش يا سردين، هو قال إن أنا اللي في خطر. يعني إيه؟ يعني أنت لازم تبعد عني عشان ما تتأذيش. روح يا سردين، روح طمن أهلك، خد بالك من نفسك. طب وأنت يا حاتم؟ ما تخافش عليا. طب والنبي خلي بالك من نفسك. ليه على ايدي كمان؟ خطبت؟ طب لما هي اتخطبت هتجيلك ليه؟ هتيجي تذاكر يا ماما. وخطيبها عارف انها جايه؟ ايوه يا ماما عارف. فين؟ ست جهال اتخطبت ياسمينة عاملة ايه؟ أنا علياء يا ريم. علياء؟ ازيك يا علياء؟ عاملة ايه؟ مش كويسة. ياسمين صارت لها حاجة؟ ياسمين اختفت يا ريمة، ودورت عليها في كل حتة مش لاقياها. باهي ريض روحك، نلبس حوايجي ونجيك طول. طالب معاكم في الكلية؟ امال ما بيذاكر لهاش هو ليه؟ كان هناك قبيلة تدعى قبيلة الشمس، عاشت في أمان وهدوء قبل أن ينتشر السواد والطمع والحقد بين سكان قبيلة السيف. وصل سيدهم إلى حد لا يحتمل من الطمع والجشع في السيطرة على الجانب الشرقي من البلاد. أقام الظلم بدلا من العدل، ولم يراعي في ذلك لا صغيرا ولا كبيرا، حتى ثار الرعية وأخذ كل جندي يهرب بأسرته، خوفا من أن يحدث لهم مكروها على يد ذلك المجنون
ولكن قائد قبيلة الشمس سيد عائلة أزيم ربط صفوف جيشه وضم إليهم الصفوف المعترضة على حكم سيد قبيلة السيف، ووحد هدف الشعب على هدف واحد وهو السلام. ولكن كان بين هؤلاء الجنود بعض الخائنين، فقاموا بنقل أسرار الجيوش إلى سيد قبيلة السيف، وكان يعتقد أنه يتفوق عدديا على قبيلة الشمس. معتمدا على ذلك فقد قام بإعلان الحرب على قبيلة الشمس، وفي معركة طاحنة في وادي قهار اشتعلت الحرب، وكان سيد قبيلة السيف مشتعلا للغاية. شره وسعيه للدمار لم يجعلانه يفكر بطريقة حكيمة في هذه الحرب، ولكن ذكاء سيد قبيلة الشمس كان له الغلبة في تلك الحرب، فاستخدم عقله وانتصر في المعركة. بعدها هرب أفراد الجيش المتبقين من قبيلة السيف إلى الجبال، وتم القبض على سيدهم وحكم عليه بالسجن المظلم حتى تفنى حياته عقابا لما فعله. وتوحد الشرق والغرب في مركز واحد تحت حكم سيد قبيلة الشمس. وبعد فترة قليلة اختفى القائد ولم يراه أحدا مرة أخرى. يعني ايه كل ده؟ ويا ترى القصة دي ليها علاقة باللي بيحصل لنا وباختفى عم أمين؟ بس كده وطلعت عشان اصالحها ما لقيتهاش فوق، وبلغت البوليس قالوا لي لازم يعدي على اختفائها 48 ساعة. طيب سألتي عند قرايبكم مثلا؟ تكون راحت عندهم. ياسمين عقلها مش صغير كده عشان تسيب البيت بسبب خلاف بسيط زي ده. ياسمين اكيد حصل لها حاجة. اهدي بس. ياسمين كانت حكت انها في مشكلة غريبة شوية، هي واصحابنا حكت مسهدينا. ايوه صح، انا لقيت ورد في اوضه ياسمين ومكتوب عليه اسم حاتم. اتصلت بيه قال لي انه ما يعرفش حاجه عن الورد ده، وهددته اني هبلغ البوليس، وقال لي هاجي، ومن ساعتها ما بيردش على تليفونه. انا عندي فكرة ممكن تكون غبية شوية. انا قلت لياسمين ان في عرافة ممكن تعاوننا في مشكلتها، شنو رايك نروح لها؟ يمكن تدلنا على مكانها. انا اعمل اي حاجه، المهم ياسمين ترجع. على فكرة يا جماعة كده ما ينفعش، دي الحلقة 7، أنا لسه ما قلتش حاجة، ادوني فرصة بقى أقول. أسماء الممثلين حسب الظهور: عمرو ياسر، هند البهجي، محمد أسامة، خلود الطلحاوي، سلمى عليان،